السلام عليكم. أهلا بيكم في يوم جديد مع مطبخ سولا. النهاردة هنعمل بطاطس بالزعتر، كرات البطاطس بالزعتر. أول حاجة ببدأ يومي، صحيت وصليت وخرجت طبعا فرش على البلكونة، بس قفلتها عشان كان في هوا، في تراب كتير. دلوقتي بعمل شاي وعندي لسه كيكة باقية. انا نادرا اصلا لما بشرب شاي كده، وبحب اشربه لما يكون نفسي رايحه له قوي جدا يعني. لكن معرفش بقى اللي هو كلنا شاي قاعد فاضي، قاعده فاضيه، اشرب شاي. لا، انا بشربه بس لما بيجيلي مزاج ونفسي تروح له قوي. عشان كده بحاول على قد ما اقدر كوبايه الشاي اللي اعملها تكون طعمها حلو يعني. وهنا الكيكه الهشه اللي احنا قلنا عملناها من غير بيض ولا سكر، اللي هي كيكه العسل الاسود. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم، يعني هتطلع كويسه كده زي الفيديو ولا ايه؟ هي بصراحه يعني هتعجبكم جدا، يعني انا الاول كنت مستغربه، بس يعني ايه، طعمها تحفه. انا ادمنتها يعني، بطلت اعمل الكيك التاني، وكل ما بعمل كيك بعمل الكيك ده. هنا بقى هشرب الشاي مع الكيك بقى وهعيش. قلب 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 قلب. هنعمل بقى كرات البطاطس بالزعتر. هو الحقيقه ده اختراعي، بس مستوحى بقى ايه لما كنت بعمل كرات اللحمه يعني. فيعني حاولوا تجربوا. هو انا عملتها طلعت تحفة برضو، كلناها الحمد لله. هنجيب البطاطس. انا عملت دول عشان احنا اتنين يعني، فبعمل على قدنا يعني، وتبقى كمان اصلا تاني يوم. قشر 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 قشر. هنقشر البطاطس ونقطعها خفيف. الزعتر بيدي نكهة حلوة قوي في الاكل. يعني لما كنت بشوي مثلا صدور الفراخ، يعني ايام بقى ما كنت هيلثي بقى وكده، كنت بشوي صدور الفراخ على الجريل. كنت بحط بقى زعتر بقى وتوابل. انا بحب يعني بحب في توابل كده بيكون ليها نكهة تحفة يعني. فكنت بحط الزعتر، كان بيديها طعم جامل جامل جميل يعني، جامد. جامد وجميل. فحاولوا تجربوه يعني، حاولوا تحطوه اصلا في معظم الحاجات بتاعة الاكل يعني. هتلاقوا طعمه حلو جدا وهيعجبكم يعني. هنا ايه، قشرت البطاطس عندي وهقطعها. انا الاول غسلتها يعني وهي سليمه، عشان ما تاخدش وقت ايه وانا بقطعها، لو في تراب ولا حاجه او طينه. مش كل بقى حاجه اقطعها يبقى عليها طينه يعني. فانا غسلتها الاول وهي سليمه، وبعد كده هقطعها، وبعد كده اغسلها تاني. انا بقطع. هنحاول نقطعها حاجات رقيقه خالص عشان ما تاخدش وقت في السليق. هو طبعا اللي انا مقطعه ده مش رقيق قوي يعني. بس انا كنت بعمل بقى اللي هو بحاول اعمل بسرعه، عشان عندي نونة يا دوب بقى بتقيل لها كده 10 دقايق ربع ساعة، فاللي هو بروح انا اعمل حاجة. انا مش عارفة ليه النونة بتاعتي مش بتنام. صبح وليل يعني انا عارفة ان الاطفال في السن ده المفروض يناموا 12 ساعة على الاقل. هي بقى بتفرقهم كده على مدار اليوم، تنام 10 دقايق وتصحى بقى ربع ساعة، وتصحى نقعد نايم ساعتين. يلا ربنا يهديها يا رب ويبارك فيها. هنا بقى نقطع بطاطس، قطع 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 قطع. انا بحاول يعني على قد ما اقدر ارفعها. يعني لو بعد بقى ما قطعت بشوف بقى الكبير قوي اللي هياخد وقت ده ايه، اخففه شويه. هنا كنت قطعتهم بقى كلهم. هروح اغسلهم. بعد ما غسلتهم هجيب حله واغطيهم بالميه، وهولع عليها تتسلق. هعرف منين انها اتسلقت؟ هدخل فيها الشوكه، لو دخلت بسهوله يبقى هي اتسلقت. هنا كنت طلعتها، بس هي للاسف قعدت شويه عقبال ما ايه هرستها، فكانت جمدت شويه.
فانتوا يا ريت اول ما تتسلق وتطفوا عليها طلعوها على طول وهرسوها، هتتهرس بمنتهى السهوله. يعني هرسها كده لحد ما تبقى زي العجينه كده، يعني حاجه لزجه كده. هنا بقى حطيت التوابل، حطيت ملح وفلفل وكمون، وحطيت الزعتر، وحطيت بشرة اسمها ايه، هفتكر بعدين يعني اسمها واقولها يعني. جوزة الطيب، بشر جوزة الطيب دي برضو جميلة. في اختلاف بيقول انها يعني حرام، مش عارفة، يعني ما اعتقدش ان التوابل هتبقى حرام، يعني اصلا انا ما بتسطلش يعني، مش قاعدة باكلها يعني. وحطيت كركم، وحطيت شوية شطة صغيرين، وكان عندي كمان بودرة شوي او يعني خلطة شوي حطيت منها شوية. وهجيب البقسماط. انا طبعا بعد ما قلبت البطاطس بالتوابل، احنا مش هينفع نمسكها كده ونعمل بيها كرة، هتلاقيها بتلزق جدا، فممكن نحط ايه، شوية بقسماط عليها لحد ما تنشف، وبعد كده نمسك بقى نكور كور كور كور، نعمل كور، يعني تحطي بقسماط جوه العجين وتخلطوه في بعض عشان ينشف، وتكوري وتحطي بقى في بقسماط تاني بره. انا حسيت بقى ان مش هينفع اصور ده عشان حسيت ان في عك كتير قوي كده، وما كنتش هعرف اصور يعني للاسف، ما عنديش استند، او كان عندي بس اتكسر قبل ما اعمل اي حاجه اصلا. هنا بقى كنت كورت البطاطس وشكلها تحفه. هنا البطاطس دي ممكن نحشيها، يعني ممكن نحشيها جبنه موتزاريلا، ممكن تحشيها، في ناس بتحشي بيض مسلوق قطع كده، ممكن تحشيها لحمه، او مثلا قطع فراخ، بس الفراخ تكون مستويه، اللحمه لا عادي ممكن ما تستويش بس ترقي البطاطس شويه. طبعا احنا على قد الميزانية والاقتصاد اللي واقع ده، ف يعني بنحاول نعمل اي حاجة نرضي نفسنا وخلاص، فانا عاملة البطاطس بس. لو كان ايام بقى الرخاء كنت حطيت فيها جبنة موتزاريلا او ميكس جبن او اي حاجة. الحمد لله يعني. فهنا بقى شكلها جميل كده، شهي اصلا. انا اكلت لي كام كورة كده من غير ما احطها تتحمر. الطاسة دي طبعا حد حاول يساعدني فبوظها لي، معظم حاجتي كده كان حد بيحاول يساعدني فبوظ لي الحاجة. هنا بقى انا بجيب زبدة. طب الناس بقى بتقولي بقى يعني انت بتقولي ايه الحالة والاقتصاد ومش عارفة ايه، بتجيبي زبدة. آه، انا بحاول استثمر في الحاجة المفيدة، يعني مثلا جبنة الموتزاريلا انا مش هموت لو ما اكلتهاش، لكن مثلا السمنة كلها حاجات مهدرجة، وكلها حاجات بتضر صحتنا على المدى البعيد يعني. فبحاول على قد ما اقدر اوفر الحاجة الايه اللي هتفيدنا. فالزبدة حاجة طبيعية وكويسة، مفيهاش حاجة مهدرجة، فعشان كده ايه وطبعا ده مش يعني مش بزخ مني ان انا بحمر في الزبدة، والزيت برضو غالي كده كده، فيعني هي مفرقتش، بس الزبدة على الاقل هتكون حاجة ايه يعني صحية اكتر. هنا قلت اجرب لكم شوية، وبجرب لي انا كمان شويه لحد بقى ايه ما زوجوجي يجي. وبجد كان طعمها جميل جدا. وهتحمريها بقى لحد ما تاخد اللون الذهبي، هتلاقيها بقى مقرمشه كده وايه وطريه من جوه. بس ايه عشان ما تلزقش معاكي او ما تبقاش طريه كده وهشه، يعني حطي البقسماط وانتي بتعجني. يا ريت تجربوها وتقولي طعمها ايه، او يعني عجبكم او ما عجبكوش. انا طبعا توصيت بالزعتر عشان هي اسمها كرات البطاطس بالزعتر يعني. وبالهنا والشفا. سلام.